السلام عليكم إخواني مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر. أمطار وعواصف رعدية متوقعة بوهران بالعاصمة الجزائرية ببجاية قسنطينة تبسة خنش لابات نباريك سطيف بالولايات الشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. أمطار وعواصف رعدية مرتقبة بالعاصمة الجزائرية برج بوعريريج بسوق هراس عنابة سكيك دا قسنطينة سطيف على الولايات الشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. وخلال يوم الأربعاء السادس من ماي أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة على برج بعراريج شمال غرب الجزائر، وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي الولايات. أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة على الولايات الوسطى والشمالية الشرقية. خلال يوم الأربعاء السادس من ماي يجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. أمطار غزيرة مرتقبة خلال زوال يوم الأربعاء على الولايات الشرقية وخاصة بقسنطينة بسوق هراس عنابة ولاية الطارف معسكر غليزان. خلال يوم الخميس صباحا أمطار غزيرة حاضرة بقوة على الولايات الغربية ببسعادة جلفة عين وصارة آفل بلول سيدي بالعباس، بولاية غليزان الطارف معسكر عند دفلة وتبازة، وبالعاصمة الجزائرية وكذلك بالمشرية. أمطار حاضرة بخميس مليانة وتسمسيلت، أجواء مستقرة إلى قليلة السحب بجنوب الواحات. خلال يوم الخميس نهارا تشكل سحب رعدية مع برق وأمطار غزيرة مرتقبة خلال يوم الخميس على الولايات الشرقية، لتعود الأجواء إلى الاستقرار بداية من يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة. بداية من وسط الأسبوع هناك اضطرابات جوية قادمة إن شاء الله. تبقى هذه مجرد توقعات والعلم لله.